دلوقتي طبعا النهارده هنعمل معاكم حاجة سهلة وبسيطة، هي بعيدة عن المطبخ وبعيدة عن الأكل. فهنعمل تركيبة لتلميع الزجاج والرخام والمرايات، فهنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، لأن الحاجات دي كلها عندنا في المطبخ تعمليها على إيدك بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات عندك في المطبخ يعني مش هتكلفك حاجة. طبعا أول حاجة هنستعملها في التركيبة دي الخل ده زي ما انتم شايفينه كده، ده في مادة فعالة، يعني لو في أي تراب أي وبر أي حاجة اللي هي بتداري الإزاز ده متعرفيش تلمعيها مهما تمسحي ترجع تاني. لكن طبعا الخل طبعا ده حاجة يعني في مادة فعالة قوية أوي بتخلي أي حاجة بتلمع. فأول حاجة طبعا الخل. طبعا الخل أي نوع خل عندك في البيت زي ده كده مفيهوش أي حاجة يعني، ومش مكلف، يعني الحاجة دي أصلا عندنا في المطبخ، احنا بنستعمل حاجات من المطبخ، ما بنجيبش حاجة بره ولا حاجة غالية. فدي أول حاجة. تاني حاجة بقى نستعملها في التركيبة اللي احنا بنعملها دلوقتي، اللي هو الصابون السائل ده زي ما انتم شايفينه. اي صابون سائل عندك نغسل بيه الصحون. جنب دول هنجيب ميه، نسخن الميه وهنجيبها عشان تبقى فعاله اكتر مع التركيبه اللي احنا بنعملها دي. زي ما انتم شايفين ميه كده، عشان ما نحطها في التركيبه دي الميه السخنه بتبقى فعاله اكتر من البارده، فهنحطها كده. بعد كده بقى نستعمل كحول. فالكحول الابيض ده هو برضه ماده فعاله بصراحه، يعني منظفه بتبقى حاجه جامده قوي ومطهره طبعا انتوا عارفينه. فيعني ماده جامده قوي في التركيبه اللي احنا هنعملها دي. كحول ابيض كده زي ما انتوا شايفينه كده هنحطها برضه في نفس التركيبه. وبعد كده هناخد بخاخه تكون فاضيه عندكم زي دي كده، وهنحط بقى فيها التركيبه كلها. وهنجيب كوبايه برضه، كوبايه للخل نحط بيها معيار الخل. فهتشوفوا بقى نعمل ايه. اول حاجه بقى هنحطها في التركيبه اللي احنا هنعملها طبعا سائل الصابون اللي احنا بنستعمله ده هناخد منه معلقتين صغيرين زي ما انتم شايفين كده. ادي كده واحد وادي اتنين. ما تكتروش قوي من السائل ده عشان ممكن الزياده قوي وانت بتمسحي بيه عشان تنضفي ممكن يقلب العكس معاكي فيسيب وبر كده ما ينضفوش ولا يلمعوا. فمعلقتين كده كفايه، معلقتين صغيرين بمعلقه زي دي. بعد كده هناخد نص كوبايه خل. هناخد نص كوباية خل كده زي ما انتم شايفين، نص كوباية خل وهنحطها عليها كده. بعد كده المية طبعا احنا قلنا لازم نسخنها، فطبعا سخنينها عشان تعمل مفعول، فهنصبها كده على التركيبة أو زي ما انتم شايفين. بعد كده اللي هو الكحول الأبيض، الإزازة كلها حطها عشان ايه برضو هو منظف جامد قوي أو زي ما انتم شايفين. طبعا بتجيبيه من أي صيدلية، طبعا الكحول الأبيض معروف، فطبعا مادة فعالة جنب الخل، فبصراحة كله مع بعضه بيخلي التركيبة يعني تركيبة فعالة وناجحة. دلوقتي احنا كده عملناهم كلهم مع بعض. هنشيل بقى سائل الصابون ده وهنقلب بقى جامد، اقلب المعلقة الكبيرة أحسن أهو زي ما انتوا شايفينه، عشان التركيبة كلها تدخل في بعضها. الحاجات دي طبعا من المطبخ ومفيش حاجة من بره ومفيش حاجة مكلفة. طبعا الكحول ده مش ليه، فممكن تجيبيه عادي من الصيدلية، احنا كده كده بنستعمله في البيت، يعني أي جرح بنطهر بيه أو حاجة فموجود عندنا على طول يعني. بعد كده هناخد بقى التركيبة دي كلها وهنحطها في البخاخة اللي انتوا شايفينها دي. فتحنا هنا بقى البخاخة، فهنا طبعا الايه الحجم بتاعها صغير، فهنحط فيها القمع كده وهنصب فيها التركيبة كلها اهو. بسم الله زي ما انتوا شايفينه كده. عايزة كمان حبة صح؟ اهي ده زي ما انتوا شايفينها اهي كده حطيناها كلها. فدي تركيبة يعني فعالة وتركيبة جامدة قوي، فلو جربتوها ان شاء الله كده تجيب نتيجة معاكم وهتعجبكم وهتعملوها على طول، ومش مكلفة ولا حاجة وسهلة وبسيطة، وحاجات من المطبخ عندك. احنا على طول يعني ايه نستعمل حاجات من المطبخ وما نجيبش حاجات من بره غالية، عشان يعني تعملي الحاجة على طول تبقى سهلة بالنسبة لك. زي ما انتوا شايفاها كده ونرجعها اكتر. التركيبة زي ما انتوا شايفينها كلها. فلما بقى ايه مش هنجيب قماشة ناعمة او اي حاجة، لا هنجيب فوطة، بس تكون فوطة فيها قطن شوية عشان تلمع معاكي جامد. زي دي مثلا كده، زي دي شايفينها. فدي بتبقى فيها بصي قطن ازاي، فلما بتيجي تلمعي بتلمع معاكي جامد وقماشها حلو يعني في التلميع. فشو بقى نعمل ايه. طبعا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا متنسوش الاشتراك واللايك، واهم حاجه كده تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقى جبنا الصينيه دي زي ما انتم شايفينها، هي فيها مرايه، يعني مهما نمسحها ما بيبانش فيها ان هي متلمعه خالص.
فاحنا بقى نجرب عليها التركيبه اللي انا عملتها معاكم كده وهلمعها. لما تجيبوا فوطه احنا قلنا هنجيبها زي دي كده، ما تجيبوهاش ناعمه او عشان دي بتلمع اكتر. ودلوقتي بقى حبايبي زي ما انتم شايفين المرايه بص عامله ازاي، يعني مهما نمسح فيها بترجع تاني برضو زي ما هي. فاحنا هنحط عليها بقى التركيبه دي اللي احنا عملناها مع بعض زي ما انتم شايفينها، هنرجوها كده كويس. طبعا هي فيها مواد فعاله، مواد يعني بتنضف ويعني بتخلي الحاجه بتلمع. فهنجربها كده على المرايه زي ما انتم شايفينها كده بصوا عامله ازاي. فهناخد بقى اللي هي الفوطه زي دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونلمع بيها كويس قوي اهي. شايفين بس بتلمع ازاي. امسحوا اي حاجه فيها ازاز، فيها مرايه او فيها اي رخام او فيها اي حاجه كده، فبتيجي بعد ما بتلمعيها بترجع توبر تاني. لكن التركيبه دي بتخليها تلمع وبتخلي شكلها كلها مفيهاش اي بقعه ولا فيها اي حاجه. وكده بقى حبايبي بعد ما لمعناها، طبعا التركيبه اللي احنا عملناها دي هي مديها لمعه، فطبعا اي حاجه فيها بقعه فيها اي حاجه تحطيها عليها وهتمسحي طبعا فوطه خشنه زي اللي انتوا شفتوها دي، فهتديها لمعه جميله قوي. حاجة بسيطة يعني مش هتكلف حاجة وتركيبة حلوة، مش هجيبي حاجة من بره. وهنحطها لك كمان، هجربها لك دلوقتي على السيراميك في بقعة فهتشوفي هيتمسح ازاي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده على السيراميك بدل ما تتعبي وفي الاخر البقعة دي مش هتطلع، يعني عندنا بص هنا المنظر. فما بتعملوا التركيبة دي وترشي عليها كده زي ما انتم شايفين كده عشان البقعة كلها تطلع معاكي. وبعد كده الفوطة طبعا قلنا زي ما احنا يعني تكونش ناعمة قوي، هتمسكي كده وتلمعي جامد تشيل معاكي بكل سهولة يعني من غير ما تتعبي. طبعا احنا داخلين على العيد وفيها تنظيف وفيها حاجات ياما، فطبعا الحاجات دي هتسهل معاكي التركيبة هتبقى جميلة. بصي اهي خليتها بتلمع زي الفل، يعني من غير ما هتتعبي هتلاقيها ايه نضفت معاكي. شايفين بتلمع ازاي اهي. يعني التركيبة بصراحة بتشيل اي بقع على السيراميك على الرخام على المرايات على الازاز. فاهي بصوا بتلمع ازاي جميلة. طبعا عشان العيد وكده فهتنضفها وتبقى الحتة زي الفل كده بسبب التركيبة الجميلة السحرية اللي احنا عاملينها دي. ايه رأيكم؟ هنجرب برضو نلمع هنا. طبعا قبل ما تستعملوها اللي بترجوا الزجاجة كده زي ما انتم شايفينها، وبعد كده بترش كده هنا جامد. هنوريكم بس ان هي بتشيل اي بقعة في اي حتة. رشينا هنا برضو يعني بص دواليب المطبخ الرخام الازاز المرايات هتمشي على الشقة كلها طبعا عشان العيد. فالتنظيف دي بقى هتسهلك كل حاجة وهتحبيها وهتعمليها على طول. بصي بتلمع ازاي من غير ما تجيبي قماشة نفسها وتعمليها. فدي طبعا بتشيلك البقع العميقة وبتشيلك اي حاجة ملهاش اصل يعني مش عارفة تشيليها فبتطلع معاكي بسهولة. ايه رأيك؟ تدي لمعان رهيب خطير. بصراحة التركيبة خطيرة وجميلة وسهلة وبسيطة ومفيهاش أي حاجة زي ما انتوا شايفينها كده. ايه رأيكم؟